السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي زراعة وأفكار مشتركة. الموضوع اللي غادي نهضر عليه اليوم كيهم جميع الفلاحين أو المهتمين بزراعة القرعة الأوسة، طبعا القرعة خضراء. غادي نهضر على هاد الفيروس اللي كتشوفو في الصورة. هاد الفيروس هو مدمر لهاد النوع ديال القرعة، كيكون على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. الوراق كيوليو صفرين وكيولي فيهم تجاعيد، كيتكمشوا الوراق كما كتشوفوا. كيفاش كيرجع هاد الفيروس، كيفاش كيرجع النبتة وكينتقل حتى للثمار ديال القرعة. ما غادي نوريكم تشوفوا الثمار ديالها كيفاش رجعات. شوف لي الثمار ديال القرعة كيف ولات مسكينة، حتى هي تكمشات بهاد الفيروس. كيدمر القرعة، علاش حتى كيدمرها. والحل النهائي باش نتخلصوا من هاد الفيروس هو النبتة اللي كنلقاو فيها هاد الفيروس كنزولها وكنديرها في بلاستيكة ونبعدها على المحصول. اي شتلة بانت ليا فيها هاد العلامة كيخصني نزولها، لانه هو كينتقل عن طريق الحشرات، وكيخصك تداوي بالمبيدات كل 6 أيام أو 5 أيام. خاصك ترش المبيدات المضادة للحشرات، خصوصا كينتقل هو عن طريق الذبابة البيضاء وهذيك الحشرة الصغيرة الخضراء المن، كتسمى المن. هادوك كينقلوه من الشتلة المريضة كينقلوه للشتلة المزيانة. هذه هي الطريقة باش كنخدم انا شخصيا. كنلقى شي شتلة فيها هاد الفيروس كنزولها، نديرها فشي بلاستيكة ونبعدها على المحصول باش هكا ما يتعداوش الاخرين عاد يزيد يكتر. وغالبا هو هاد الفيروس كيكون ملي كتكون المنطقة اللي محيطة بالمحصول ديالك جافة، ما كاينش الربيع، لان هذاك ملي كيكون الربيع والشتاء هذوك الحشرات كينتشروا في داك الربيع. ملي ما كيكونش الربيع كتكون المنطقة جافة، هذوك الحشرات اللي محيطة ديال في هذاك المساحة اللي محيطة بهذاك المحصول، كلهم دوك الحشرات كيلجؤوا لهذاك المحصول ديالك باش يتغداو عليه. هكا كيكون مشكل كبير، لأن هذا الفيروس كيكثر مع الحرارة. إذا كانت الحرارة والمنطقة جافة، خصوصا في الصيف وفي الخريف، إذا كانت الشمس كيكون كتير. إذا كانت الشتا راه كيكون هاد الفيروس قليل، حيت الحشرات ما كيكونوش بزاف، كيكونوا منتشرين في مناطق أخرى فيها الربيع. وما تنساوش تشتركوا في القناة، واللي عنده شي تساؤل وشي تجربة يطرحها لنا في التعاليق، وهكا نتشاركوا المعلومات. وفي أمان الله، والسلام عليكم.